قولوا لي بقى مين فينا مش بيحب العبايات دي، اللي هي العبايات الخليجي والكويتي والاماراتي. كلنا بنعشق العباية دي، واللي هيقول كده يبقى مش بيتكلم صح خالص. كل الستات مصر حرفيا بيحبوا العباية دي. العباية دي على فكرة مش شعبي خالص، العباية دي مفيش منها ولا واحدة شعبي، يعني اتحداكي لو طلعتي واحدة منها شعبي. طبعا كلنا داخل علينا الشهر الكريم، وكمان من بعديه داخل العيد. محتاجين عباية حلوة كده نقضي بيها الشهر الكريم، نقضي بيها صلاة التراويح. كل سنة وانتم طيبين. فطبعا اليومين دول هركز لكم جدا في العبايات دي. هركز لكم طبعا الأيام الجاية في حد يكون هناك بيبيع لبس كده، يكون جديد شوية، أو حتى بالتيكت، أو حتى لبس يكون يعني مثلا ينفع للعيد. على فكرة ناس كتير جدا، اكتشفت ان ناس كتير جدا بتجيب من الوكالة من زمان لبس للعيد. محدش يقول لي لا مفيش الكلام ده، والله انا شفت ناس كتير جدا. رمضان اللي فات كنت بشوف ناس واخدة ولادها وبتقيس لهم في المحل، والله يعني والله على ما اقول شيء. يا مساء الفل والورد على عيون اغلى واحلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وعدتكم بالفيديو الكامل بتاع العباية الكويتي والإماراتي والسعودي اللي عند حسن وعبده في الوكالة. طب احنا فين يا شيرين؟ قوللنا علشان نلحق الحاجات الحلوة دي. وكمان جت حاجات أحلى، لسه مكلمني امبارح الحاجات دي. يعتبر الفيديو ده كان من 4 5 أيام، تمام. عايزه اقول لكم ان هم كلموني، وان شاء الله هروح اصور معاهم تاني الحاجات اللي جت. شايفين العبايات حرير في حرير، كل عبايه بتتكلم عن نفسها حرفيا. طبعا العبايات احنا ناس كتير جدا، ستات كتير جدا بيبقوا من عشاق العبايات دي، تمام. انا واحده منهم، والله بحب العبايه دي جدا جدا، واسهل لي من اطقم الخروج. يعني انا حرفيا ركنت كل اطقم الخروج، خلاص كده بقيت بخرج بستسهل جدا العبايه دي. وعادي جدا جدا بنلبسها على شوز، وبنلبسها على كوتشي، وبنلبسها بتنفع على كل حاجه. العبايه دي بقت سهله جدا جدا في اللبس. وكمان عشان فضفاضة كده وحلوة بصراحة. انا عن نفسي مريحاني جدا، تمام. المهم، عايزه اقول لكم بقى المكان قبل ما ياخدنا كده الكلام والفرجه والحلويات دي. هقول لكم بسرعه على المكان. انا واقفه هنا ورا مستشفى الجلاء يا بنات، ورا مستشفى الجلاء بالظبط، قدام ظهر مستشفى الجلاء. طيب انا معرفش يا شيرين فين مستشفى الجلاء، هقول لك كل حاجه بالتفصيل. حضرتك هتركبي المترو، هتنزلي محطه مترو جمال عبد الناصر، تمام. الخط ده اللي هو المرج وحلوان، خط المرج حلوان، تمام. هتنزلي محطة مترو جمال عبد الناصر. اللي بيركب المترو فاهم فين المحطة، وفاهم ممكن في ناس ما نزلتش فيها قبل كده، بس عارف المحطة، عارف اسم المحطة، تمام. بصوا العبايات بقى اللي هي الملاحف، محدش يقول لي مقاسات صغيرة. معظم الفيديو مقاسات كبيرة زي ما انتوا شايفين. محدش والله 3 و4 و5 إكس كمان. لأن العبايات اللي هي الملاحف دي بتبقى الإكسات بتاعتها كتير، يعني ممكن تلبس 120 كيلو أو حاجة كده. فعايزه اقول لكم انا نفسي شفت مقاسات كبيره جدا، تمام. انا عن نفسي بحب العبايه الواسعه قوي، حتى رغم ان انا ما كملتش 100 كيلو. فبحب العبايه الفضفاضه قوي دي. عمري ما ضيقت عبايه الصراحه. فعايزه اقول لكم، المهم نرجع لموضوعنا. انا نزلت يا شيرين محطه مترو جمال عبد الناصر، اعمل ايه تاني؟ اسال على مستشفى الجلاء، اسال على مستشفى الجلاء، تمام. هتلاقيها في وش المحطة على طول، انت لا هتمشي شمال ولا يمين. انت بس حضرتك اول ما تخرجي من المحطة بره، يا جماعة انا عايزة مستشفى الجلاء. مستشفى الجلاء مشهورة جدا جدا زي النار على العلم، لاني ستات مصر كلها ولدوا هناك، هي مستشفى ولادة على فكرة. طبعا انا عن نفسي ما ولدتش هناك، بس رحت مع جاره هناك، يعني رحت مع جاره هناك. فهي المستشفى عامه مشهوره جدا جدا. بالنسبه للناس اللي في المحافظات اللي ما يعرفوش مستشفى الجلاء، ما يعرفوش محطه مترو جمال عبد الناصر، زي ما قلت لك، لو ركبت المترو انزلي محطه مترو جمال عبد الناصر، اركبي خط المرج حلوان، تمام، اللي هو الخط الاول، تمام. دي حاجه. طب انا يا شيرين ما بركبش مترو، اعمل ايه؟ انزلي محطه الاسعاف او منطقه الاسعاف في القاهره. هنا كنا رحنا تاني. بصوا يعني هي استند كبير جدا طويل قوي بقى كده، كله عبايات جميله وشياكه زي ما انتم شايفين، وكلها براندات خليجي، كلها براندات خليجي. شايفاكي يا اللي لسه ما عملتيش اللايك لغايه دلوقتي.
وانتوا بتتفرجوا كده وعجبكم الحاجة وعجبكم البضاعة وعلينا يا تاجر، اعملي لايك، مش هتخسري اي حاجة، بالعكس هتدعميني جدا. ربنا اللي يعلم انا بنزل اصور وانا تعبانة قد ايه، بس والله عايزاكم تلحقوا الحلو كله تمام. فبس ادعموني بلايك، ويا ريت يا سلام لو شيرتوا الفيديو ده لاصحابكم. شايفين الحلويات تستاهل تتشير ولا لا؟ والله تستاهل. طيب قولي لنا السعر يا شيرين. المهم ما كملتش برضو، انا يا شيرين ما بركبش مترو، اعمل ايه؟ هقولك يا ست الكل، هتنزلي منطقة الإسعاف في القاهرة تمام. ركبتي باص مثلا بيروح منطقة الإسعاف، قولي له نزلني عند مستشفى الجلاء، ده بقى هينزلك قدام المستشفى. لا هتروحي لا هتروحي تطلعي مترو ولا تنزلي سلالم ولا تطلعي سلالم ولا اي حاجة. كل اللي حضرتك هتعمليه انك انتي هتنزلي محطة منطقة الاسعاف، قولي له بس نزلني عند المستشفى، مستشفى ايه الجلاء تمام. هينزل حضرتك عند المستشفى، خلاص كده وصلتي يا ست الكل. لفي من ورا المستشفى تمام، لفي من ورا المستشفى، هسيب لك رقم حسن ورقم عبده في اول تعليق مثبت ان شاء الله. هتكلمي واحد منهم اول ما تنزلي المنطقة. طب انت فين يا حسن؟ انت فين يا عبدو؟ انا هنا قدام مستشفى الجلاء. اعمل ايه؟ هيقول لك لفي لي من ورا المستشفى بس كده، ده وش المستشفى اهو، انت لفي من ظهرها، لفي من الناحيه دي، لفي من الناحيه دي، الناحيتين يودوكي على فكره تمام. هيقول لك تعالي شمال تعالي يمين، هو ده الدليل وده ايه، ده اسهل حاجه ليكي. انا كده قلت لك على كل حاجه، ناقص حاجه واحده، انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان نوحدي الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وعايزه اقول لك اوعي تنسيني في اللايك، اوعي تنسيني في اللايك. اديكي شايفه انا بفضل الف في الوكاله لغايه ما اجيب لك المكان الحلو ده، مش بكتشفه والله من اول محل ولا اتنين. ده البراند اللي عبده بيشاور لنا عليه، ده البراند بتاع العبايه. معظم العبايات الخليجي، بصوا العبايه دي يا خبر ابيض خدتني لفوق، جميله جدا، ملحفه ملحفه، حاجه كده حلوه قوي. كمان صورت لكم عبايات مفتوحه ملونه تمام، لسه ده احنا الحلو كله جاي في السكه دلوقتي، ما تستعجليش يا ست الكل. بس اوعي تنسي حبيبتك شيرين في اللايك، وكمان لو تشيري الفيديو ده يبقى خدمتيني اكبر خدمه، ربنا يبارك لك يا رب، علشان ننفع غيرنا كمان، ما يبقاش احنا بس اللي استفدنا. طيب تعالوا بقى نيجي لقصه الاسعار. الاسعار عند عبد وعند حسن من 300. يعني عايزه اقول لكم محدش يقول لي الحاجه غاليه، والله يا بنات والله يا بنات والله يا بنات، العبايات دي في البراند بتاعتها بتعدي ال1000 جنيه. ومحدش يقول لي انت بتقولي كده فهم هناك بيفتروا علينا، صدقوني صدقوني انا والله مفيش الكلام ده. الناس بيحاول يعني على حسب ما الحاجه سعر يعني نزلت لهم بالسعر، هم بيبيعوا يعني بيحاولوا يكسبوا ايه على قد ما يقدروا، ايه اللي هو يعوضوا طبعا الغلا اللي احنا فيه. لكن الحاجة دي اعترفي انك لو جبتيها من بره بالبراند ده والماتيريال ده، صدقيني هتعدي ال1000 جنيه والله. يكفي ان انت هتبقي لابسه عبايه مميزه عن اي حد، اي حد في العيله لابس عبايه عمره ما هيجيب عبايه زي دي، الا طبعا لو عرفتيهم المكان يبقى نابك اكبر ثواب، سواء سلفتك اخت جوزك اختك جاره. صدقيني عرفي الناس بالاماكن دي. ليه بقى؟ نحارب الغلاء شويه بتاع الحاجات الجديده. يعني انا عن نفسي بصراحه انا بشتري من عندهم، سواء هم او اي حد في الوكاله بيبيع عبايات حلوه كده، انا عن نفسي بجيب من عندهم. ليه؟ صدقوني رحت مره سوق غزه اللي هو في الزاويه ده، او مش عارفه في منطقه ايه كده. انا يعني بروح بالعربيه بصراحه مع جوزي، فما اعرفش المناطق. المهم ناس كتير عارفاه سوق غزه ده في تقريبا منطقه الزاويه تقريبا. فعايزه اقول لكم ان انا اتفزعت من الاسعار ورجعت. وكمان مش اماراتي يا بنات، مش اماراتي يا بنات، مش كويتي يا بنات، مش سعودي يا بنات، انسوا. بصوا بصوا كل الحاجات دي كلها ما تلاقوهاش هنا خالص. كل ده كده ده براندات اماراتي وسعودي وكويتي تمام. يا ريت بقى تكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الفيديو الحلو ده. بصوا يا بنات البراند، بصوا 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 التفاصيل حلوة جدا.
اكتبوا لي في التعليقات يا بنات ايه رأيكم في الفيديو الحلو ده. عايزين تصويت جامد جدا، تقولوا لي عايزين فيديوهات من دي كل اسبوع قد ايه، عايزين كام فيديو في الاسبوع. بالنسبة للعبايات، اللي عايز عبايات اكتر يكتب لي في التعليقات، وكمان يشير الفيديو لاصحابه ويأمن اصحابه كمان يشيروه. ده خدمتكم ليا، تمام. فعايزين كده ايه نشجع كده بعض، عشان انا بصراحة انا يعني ما بسخنش كده ولا بنزل الوكالة الا لما بلاقي تفاعل كبير الصراحة، مش هضحك عليكم. لكن لو لقيت الفيديو جاب لي 1000 مشاهدة ولا 2000 مشاهدة، حاسة ان تعبي راح على الارض. فانتوا اعملوا معايا الصح. وبصوا يا بنات الحلاوة، بصوا والله العظيم عباية استقبال شيك جدا جدا جدا. بصوا العبايات المفتوحة دي، بصوا يا بنات البراند، بصوا. عايزه اقول لكم عبايات شيك جدا. ده الا كمان في الحقيقه، يعني الا كمان وانتوا واقفين على ارض الواقع، والله الفيديو ظالمهم. بجد بجد الفيديو ظالمهم. فعلا حاجات جميله جدا جدا، اتمنى تستفادوا منها اكبر افاده باذن الله. وانا هروح لسه ان شاء الله بكره اصور عند ابو ادم الغول. متابعيني وحبايبي عارفين مين ابو ادم الغول، وعارفين ان انا كنت بصور عنده فيديوهات كتير جدا الايام اللي فاتت قبل ما انقطع عن القناه كده شويه. بس والله يا بنات هحاول ارجع معاكم تاني احسن من الاول. هحاول اتشجع كده، بس حسسوني كده بتفاعل كبير للفيديو ده. يعني عايزين كده نوصل الفيديو ده ل100,000 مشاهدة. يا سلام، تبقى كده عملتوا مع اختكم الصح. يا سلام، هتلاقوني بقى بصوا نازلة زي الفريرة كده، ونازلة لكم سلسلة فيديوهات من الحاجات الحلوة قوي دي. محدش يقول لي بترغي كتير ليه يا شيرين. اسفة. انا مش رغاية والله، انا بس بحب ايه يعني، عارفين ندردش كده شوية، لكن انا مش رغاية والله. فانا بحس ان انا قاعده مع اخواتي كده، يعني عارفين قعده الحصيره كده والسجاده، ومش قاعدين بقى على الكنب بقى والكلام ده كله. لا 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 لا. انا بحب يعني عارفين البلدي، بحب كل حاجه كده ايه على طبيعتها. بصوا يا بنات، بصوا بصوا الحلاوه. والله عباية حلوة، حلاوة المفتوحة دي برضو عجبتني قوي قوي. فبجد انتوا لو رحتوا المكان ده هتدعوا لي ان انا. وعايزة اقول لكم المكان فيه حاجات كتير جدا. الفيديو التاني اللي هو فيه بقية الحاجة بتاعتهم نازل لكم بكرة شوية جواكت يا بنات طويلة، وشوية جواكت جوخ، وشوية كمان سويت شيرت وبنطلون. عايزة اقول لكم يعني هتتبسطوا منه جدا. واسعاره والله العظيم متهاوده عن بره. ليه؟ براندات يا بنات، براندات اصليه، تمام زي ما انتوا شايفين. ولا عبايه من دول اتحداكوا ان هي شعبي. كل ده مفيش منه شعبي، مفيش الكلام ده. حتى الملونين دول عجبوني جدا جدا، واكيد انتوا كمان فيكوا اللي بيحب ملون. في ناس ما بتحبش تلبس اسود على فكره، وفي ناس بتفضل الاسود. بس كلها اذواق، ولازم نحترم اذواق بعضينا. انا عن نفسي بفضل الاسود، بس انا عجبوني الملونين جدا جدا. ومفيش مشاكل خالص لو لقيت حاجة زي كده. بصوا برضو اسمها غامقة شيك جدا، ممكن البسها يعني عادي جدا. فعايزة اقول لكم بصوا دي برضو كانت رقيقة وجميلة ازاي. يعني عايزه اقول لكم منبع عبايات، هم اساسا اصل العبايات هناك، تمام. اصل العبايات. بصوا يا بنات، بصوا الحلاوه. حاجه كده مفيش بعد كده. ان شاء الله هنزل لكم في اول تعليق مثبت رقمهم يا بنات، عشان تنزلوا بكره على طول تجيبوا عبايه رمضان والعيد ان شاء الله. وتتبسطوا احلى يعني تتبسطوا كده، وتبقوا ماشيين من هناك وانتم مرضيين باذن الله. وتبعتوا لي تقولوا لي يا شيرين احنا اشترينا 5 عبايات مش عبايه. العباية عندهم بكام يا شيرين؟ بقول تاني اهو، بتبدأ من 300 جنيه. العباية بتبدأ من 300 جنيه. وان شاء الله تلاقوا الحلو كله هناك. وكمان عندهم لبس اطفال حلو جدا. عندهم زي ما قلت لكم بلاطي، وعندهم سويت شيرت، عندهم بنطلون اللي هو الشروال يا بنات. الشروال اللي هو تعملي من السويت شيرت والشروال طقم كده تريننج شيك كده تقعدي بيه في البيت. انت تقدري، انت شاطره وجميله وتقدري توفقي اشيك تريننج تقعدي بيه كده في البيت، بدال العبايه القطيفه اللي انا ما بحبهاش ابدا. بس هي اذواق. انا مامتي بتموت فيها يعني عامه اهو. انا ماما بتحب العبايه القطيفه دي. عايزه اقول لكم بصوا العبايه وجمالها وشياكتها. فعايزه اقول لكم مع احترامي لكل اللي بيحب العبايه القطيفه، مش عارفه ليه مش حباني ولا البيجامه القطيفه يعني. لا عمري ما حبيتهم الصراحه.
فعايزه اقول لك غيري، حتى لو انت من هواة الحاجات دي غيري، انزلي كده جددي بنفسك، هاتيلك عبايه من دول كده، حتى لو هتعمليها عبايه استقبال كده تقعدي بيها في البيت، حماتك تطلع تقعد معاكي شويه تتخض من التغيير اللي عندك، فاهماني؟ لازم هتسالك وتقولك انت جايبه الحلاوه دي منين، جبتيها منين. طبعا اكيد هتقولي لها مش هتبخلي، واكيد هتشيري الفيديو ده لسلايفك ولاخواتك زي ما امنتك وقلتلك. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى كمان يا رب يكون عملتوا كده لايك، ما بخلتوش على اختكم باللايك. بصوا البراند يا بنات، بصوا ما بخلتوش على اختكم باللايك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. بتوحشوني جدا جدا، من كل فيديو بتوحشوني جدا جدا. عايزه اشوف تعليقاتكم الحلوه يا بنات، بحب جدا جدا اكلمكم وتكلموني في التعليقات، بحس ان انا شايفاكم وانتوا شايفيني والله. وقولوا لي رايكم في الفيديو ده ايه، عايزين من الفيديو ده قد ايه كل اسبوع، علشان اتحمس وانزل اجيب لكم فيديوهات كتير ان شاء الله قبل رمضان، عشان تقرروا هتشتروا منين عباية رمضان والعيد باذن الله. ربنا يعود علينا وعليكم الشهر الكريم بإذن الله بكل الخير، ويعود علينا العيد إن شاء الله برضو بكل الخير يا بنات. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.